السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا على خير. مرحبا بكم في قناتكم قصرة بولون. فيديو جديد جبت لكم تصريح تاع المحلل فريد معطاوي تاع قناة الوطنية. حكى فيه على واحد الموضوع اللي هو تنقل المنتخب الوطني من ملعب الى ملعب باش يلعب المباريات تاعو. خوتنا نحبكم تسمعوا التصريح نتاعو، كل واحد يعطينا رايه في التعليقات الى راهو موافق التصريح تاع معطاوي ولا راهو ضده. اسمع. انتهاء هذه التصفيات يا عماد، أنا لدي ملاحظة يجب أن نتوقف عندها. كفانا من وضع ذلك الفولكلور على هذا المنتخب الوطني. المنتخب الوطني لا يتنقل بين الملاعب يا عماد. من المفروض أن نضع المنتخب الوطني في ملعب واحد يستقبل فيه ضيوفه. أنا أتوقف عند بعض الملاحظات. أنا نقول لك أنه ربما المدرب الجديد وحتى اللاعبين الحاليين محظوظون بجاهزية ملعب حسين أيت حمد، لأنه لو نضع في الجهة المقابلة لو نتنقل الآن إلى ملعب براقي سوف نجد أرضيته في حالة كارثية. لو نتنقل حتى إلى ملعب 5 جويلية التي جهزت أرضيته في الآونة الأخيرة من وجهة غير قادرة على احتضان المنتخب الوطني. كمعلومة اليوم ملعب حسين أيت حمد جاهز، في وقت سابق ما كانت هذيك الجاهزية. أنا لا أريد أن أعود إلى الوراء، لأن هناك كانت كوارث في التسيير. كان المنتخب الوطني يبحث عن أرضية ميدان صالحة ولم يجد، كان يبحث على أرضية ميدان تدريب ولم يجد. اليوم يعني الفريق الوطني في هذه الحقبة محظوظ من قبل السلطات العليا وليس غيرها وليس أدنى منها. أكيد. هي التي وفرت هذه الملاعب وهذه الأرضيات من ملعب ميلود هدفي إلى ملعب عنابة إلى ملعب تيزي وزو حسين أيت أحمد المرحوم المجاهد. لذلك أنا أقول بعد نهاية هذه التصفيات علينا أن نعود إلى منطق كرة القدم. يجب أن يكون للمنتخب الوطني ملعب قار خاص به. تخيل في مباراة التي أجريناها في عنابة يا ناصر، المنافس وصل إلى عنابة قبل المنتخب الوطني الجزائري. أيعقل هذا؟ يعني لم نرد في ذلك الوقت التشويش على المنتخب ولم نتوقف عند هذه الملاحظات، وذهبنا لندفع بهذا المنتخب إلى الأمام. لكن بعد تحقيقنا للتأهل وبالعلامة شبه الكاملة أقول بضرورة العودة إلى منطق العقل. يجب أن يكون لدينا ملعب واحد نستقبل فيه الضيوف لتكون ملاعب الأرضية في صالحنا، وعلى الأقل لنصل إلى الملعب قبل المنافس وهو يحط ضيفا علينا. لذلك كل هذا أنا أقول انتهت تصفيات كأس إفريقيا بسلام. الناخب الوطني أتمنى أن يكون قد وضع التشكيلة الأساسية والقائمة الموسعة يعني في رأسه حتى يستطيع أن يشتغل في قادم الأشهر والأسابيع وليعود. المهم كما سمعتوا خوتي، هذا هو التصريح تاع فريد معطاوي محلل قناة الوطنية. المهم انا نعطيكم رايي في التصريحات تاعو. انا ضد هذه الفكره، او انه يعني المنتخب الوطني يتركز في ملعب واحد، ونوافقوا في نقطه واحده. ممكن برك النقطه اللي نوافقوا فيها انه مثلا المنتخب الوطني كي يكون عنده مثلا ملعب واحد، ممكن انه الارضيه نتاعو تكون مليحه، ما يلعبوش فيها بزاف، ويكون يعني كيما نقولوا احنا الملعب تاع المنتخب راهو باين، راهو الملعب تاع المنتخب تما راح تكون عنده عناية خاصة، وما راحش نلقاو المشاكل اللي احنا نلقاوهم في الملاعب الأخرى من سوء الأرضية وكذا وكذا. بصح نخالفوا في بزاف نقاط. أولها أنه إذا المنتخب لعب في ملعب واحد، مثلا نديروا ملعب نيلسون مانديلا هو الملعب تاع المنتخب الوطني، يعني راح يكون ضغط كبير على مدينة الجزائر العاصمة الأولى. هذه من ناحية ثانية راح يكون الناس قاع اللي تحب تتفرج قادرة ما تقدرش ديبلاسي للعاصمة، كما كان صاري كي كان المنتخب الوطني يلعب في البليدة. يعني كانت الضغط على ملعب مصطفى شاكر، وكانت يعني الضغط على مدينة البليدة، وين كانت تنغلق الطرقات أكثر من مرة غير على جال تنقل المناصرين وكذا. النقطة الثانية أنه الشعب الجزائري ما يحب يشوف المنتخب تاعو يعني في الولاية نتاعو يلعب. صح احنا ما عندناش 58 ملعب، يعني في كل ولاية ملعب، لكن في الولايات الكبرى يعني منتخب لازم يلعب في هذوما الملاعب الكبار اللي خدمناهم. يعني مرة يلعب في وهران، مرة يلعب في قسنطينة، مرة في عنابة، مرة في العاصمة، مرة مثلا في البليدة، مرة تكون كاينة يعني تغييرات مرة على مرة.
يعني حتى السكان تاع هذيك الولايه حتى هما يشوفوا المنتخب تاعهم في ولايتهم. الحاجه الاخيره اللي ممكن نركز فيها على تغير المنتخب ولا تغيير الملعب المنتخب كل خطره وين يلعب، احنا خدمنا ملاعب الله يبارك، يعني ملاعب بطابع دولي. ماذا بينا حنايا نبينوا هذه الملاعب هذه، ونبينوا الكاليتي نتاعها، ونبينوا الصوره نتاعها سواء للبلدان الافريقيه ولا للعالم، باش نعبروا باللي احنا ثاني قادرين نحتضنوا منافسات قاريه ولا منافسات يعني اولمبيه، ولا يعني عندنا المنشآت الرياضيه. يعني من هذا الباب انا نشجع انه المنتخب كل خطره وين يلعب. اما مشكلة انه منتخبات منافسة ممكن توصل للملعب قبل المنتخب الوطني، المنتخب الوطني اصلا راه في الجزائر، يسمى قادر يدرب في سيدي موسى، ومن بعد يشدوا الرحال يروحوا مثلا عنابة ولا الوهران ولا قسنطينة، ماهوش مشكل كبير هذا. المهم المنتخب الوطني يوصل للجزائر. اما الفرق المنافسة عادي كي يوصل قبلك ما مش راح يديلك بلاستيك، لانه كل منتخب عنده المكان تاع التمرين المخصص له. وصل بكري ولا وصل روطار عنده المكان تاعو، ماكش ماشي اللي يوصل الاول راح يدير بلاصه. يعني من هذا الناحيه نخالفوا في الطرح نتاعو. يعني انا مؤيد لفكره انه المنتخب الوطني كل خطره وين يلعب. صح هي مليحه كي يكون عندك استاد معين يلعب فيه المنتخب الوطني، يعطي لك واحد الميزات، لكن هذيك الميزات يعني ماهيش مؤثره بهذيك الصفه يعني الكبيره تاع اللي نقولوا حنايا هذا المنتخب راح يلعب في ملعب واحد برك، ويبقى مركز غير على هذاك الملعب لانه مثلا يصيب فيه راحته اكثر، ولا تفاديا للضغط كما حكيت لكم على الولايه اللي يكون فيها الملعب، سواء العاصمه سواء البوليده سواء قسنطينه سواء اي يعني اي ولايه، تفاديا للضغط الجماهيري اللي يكون عليها كل خطره وين يلعب. اما اذا كانت منافسه قاريه مثلا كاس افريقيا وبلادنا استضافت هذه المنافسه، هنا المنتخب تاعنا راح يكون عنده ملعب باين، ها هو راهو قال المنتخب الجزائري هذا هو الملعب تاعو، ثم لازم تحدد ملعب واحد يلعب فيه المنتخب، لانك ما تقدرش تبدل الملاعب. المهم خوتنا كل واحد يعطينا رايه في التعليقات على التصريح هذايا، الى راهم موافقوا ولا ماشي موافقوا يعطينا السبب علاه ماشي موافقوا، وحتى اللي موافقينه يعطونا السبب علاه موافقينه. ونتمنى انه الاجابات تكون يعني ترقى للمستوى المطلوب كما عودتوني دائما. وهذا هي، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله خوتنا، كاش ما يكون منه وجاي كاش تصريحات ولا كاش اخبار على اللاعبين تاعنا راح نجي نشارككم ان شاء الله. اتهلاو في روحكم خوتي، السلام عليكم.